السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة اخترنا لك مع آية. تعالوا نشوف فرحة السيدة كريمة مع بناتها بعد الحكم بالبراءة. آه خلعت البدلة الحمراء بعد 3 سنين. تعالوا نشوف ليه محكمة النقض برأتها من قتل زوجها بالسم. قعدت 3 سنين خلف القضبان. كريمة عندها 40 سنة. بعد إصدار محكمة النقض في يناير 2023 براءتها من تهمة قتل جوزها بالسم وقبول طعنها رقم 19921 سنة 89 قضائية. حصلت بداية الواقعة باتهام النيابة العامة الطاعنة كريمة في الجناية رقم 144 سنة 2018 جناية مركز محل الدمنة بالدقهلية، لأنها في 5 ديسمبر 2017 قتلت المجني عليه محمد عبده الشربيني عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريقة السم، بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتله. وقالت النيابة أن المتهمة عدت لذلك الغرض جوهرا يتسبب عنهم موت عاجلا أم آجلا بالسم بمادة سامة اسمها أملاح الفوسفيد، وحطيتها له في مشروب القهوة وقدمته له عشان خاطر قصد ان هو تموته. في 2/9/2019 محكمة أول درجة عاقبت المتهمة بالقتل شنقا. وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها إنه إذ دانها بجريمة قتل العمد بالسم مع سبق الأسرار وقضى بإعدامها قد شبهوا بعض القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لأنه عول إدانتها على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بدليل آخر. ما كانش في دليل آخر، هي تحريات الشرطة وبس. ووضحت المحكمة أنه تبين من الحكم استدلالاته على تحريات الشرطة وأقوال الضابط اللي عمل التحريات وأقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية والمعمل الكيميائي. إن الحكم دوت شابه القصور في التسبيب والفساد، لأن هو كان أساسا مبني على تحريات الشرطة وما كانش معزز بدليل آخر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ووضحت المحكمة أنه تبين من الحكم من أقوال الضابط وأقوال شهود الإثبات وصفة التشريحية. وقالت النقض أن الأحكام مبنية على الأدلة اللي بيقتنع بها القاضي بإدانته للمتهم أو براءته صادرة عن عقيدة يحصلها هو ما اللي بيحصل من تحقيق مستقبلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشارك فيها غيره. وأوضحت أنه كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها على أساس أن هي قرينة تعزز ما سقطه من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمجرد لأن تكون دليل كافي بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة أو البطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضي منه بنفسه. أضافت إن لما كانت محكمة أول درجة اتخذت التحريات دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام دون أن تورد له أدلة تساندها، كما لم تشر في حكمها لمصدر التحريات، فإن حكمها قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ما يبطله وتعين نقضه. وكمان أقوال شهود الإثبات خلت من أي شواهد أو قرائن تفيد إسناد أي اتهام للطاعنة بشأن ارتكابها للواقعة المسندة إليها، ولما هو مقرر أن التقارير الطبية في ذاتها لا تنفض دليلا على نسبة الاتهام إلى المتهم، وإن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود فإن استنادا للحكم على أقوال الشهود والتقريرين الطبيين لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وهي لا تصلح دليلا منفردا في الواقع. لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهمة كريمة السيد عبد الحميد مما أسند إليها، واعتبرت كريمة عقب براءتها إنها مولودة من أول وجديد، وأصبحت الحكم كأن لم يكن. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو أول مرة تزوروا القناة بتاعتنا نتمنى ان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. شكرا لكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.